السلام عليكم البنات واخواتي العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. صحه جيده. اليوم جبتكم طريقه تحضير طاجين اللحم بالبرقوق واللوز. البيض كيجي معلقه وبنينه بزاف، ما غاديش تبيعوا منها. جربوها وردوا على اخبار. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل جرس اللون الاحمر وخليوا لايك وابوني. مرحبا بكم عندي في قناتي. اولا كنشكركم على دعمكم، على المشاهدات، على اللايكات وابوني. على اختكم عليا، شكرا بزاف، نحبكم في الله. تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. نخليكم المقادير وطريقه تحضير ان شاء الله. نبدا على بركه الله. بسم الله. اول عندنا اللحم حتى بالرغبه، انا درت لنا كميه قليله. البتله، عندنا جوج بيضات، وعندنا البرقوق واللوز. الطوابل درت فيها الكنجبر والكركم، القرفه مطحونه، العدف قرفه، ملحه، ومروجيه ديال اللحم، والثومه. عندنا جوز نباتيه وملون غذائي. هذه هي الطاجين ديال اللحم برقوق اللوز. نخليكم المقادير مكتوبه العربيه. بسم الله. اولا غادي ناخذ البتله، غادي نقطعوها على شكل الدور، واخرى غادي نقطعوها على شكل مربع، اختياركم البنات. شوف، غادي ناخذ اللحم، غادي نضيف التوابل فيها الكنجبر، الكركم، القرفه مطحونه، وملحه، ومروجيه ديال اللحم. ما اختياركم البنات. شوف، غادي نضيف التمر او بودره ديال التمر اللي عندكم. غادي نضيف شويه ديال الملون غذائي، الزيت النباتيه. ممكن تعوضيها الزيت الزيتون، انا كيعجبني الزيت النباتيه. شوف، غادي نخلط العطريات مزيان مكونات جيدا بهذه الطريقه. غادي ناخذ الطاجين مباشره. غادي نضيف البتله اللي مقطعين على شكل دائريه وعلى شكل مربع. درت شويه هكاك شويه هكاك. وغادي نضيف الزيت النباتيه، وغادي نحط على عفوا درت شويه ديال القزبر. واخا هي ما كديرش فيها اللحم ديال البرقوق، ولا ما كديرش فيها القزبر، انا ضروري خصني ندير شويه ديال القزبر. صافي، درنا اللحم فيها التوابل، شويه ديال الماء، وغادي نخلطها تحرك ونرجع معكم ان شاء الله. درنا الجلافه البرقوق، خصنا نغسلوها مزيان، ضروري تغسلوها مزيان فيها التراب، لان فوق جافه، ضروري تغسلوها مزيان حتى كتحلوا من الاغرى. غادي ناخذ كترونات البرقوق، السكر التانوده، العود القرفه، شويه ديال القرفه مطحونه، شويه ديال الماء. كذلك اللوز غادي نضيف كترونات، شويه ديال الماء واللوز. غادي نطلقها شويه ونرجع معكم ان شاء الله. شوف البنات، غادي ندوزو الطاجين، غادي نخلط كل المكونات جيدا بهذه الطريقه. شوف، غادي نضيف كاس ديال الماء، وغادي نغطيها خلاص طيب مزيان، لان اللحم خلاص طيب مزيان. صافي، البرقوق كطاب شويه، وجوج البيضات غادي نديرهم مطلوقين. كذلك اللوز غادي نطلقها شويه. صافي، اللوز طلقتها، حيدت القطره ديالها ودرت الجزء مقلي. كذلك البرقوق طابت، غادي درت شويه ديال البلون، جيتها من الطاجين. ضروري كندير مع البرقوق شويه ديال البلون باش تشرب شويه. صافي، الطاجين هاي طابت دغيا كطاب. غادي نضيف برقوق البلو ديالها. كتعجبني داك البلو فيها السكر والقرفه، كتجي واحد المذاق زوين بزاف. صافي، درنا البيض مطلوق وقسمته على جوج، درت جوج بيضات وشويه ديال اللوز. غادي نضيف فوق منها العود ديال القرفه وشويه ديال الدنجلان. هذه هي الطاجين ديال اللحم البرقوق اللوز بصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم هذا الفيديو، ديروا لايك.